دخل المسلمون إفريقيا في فترة مبكرة للغاية من التاريخ الإسلامي بسبب قربها الشديد من شبه الجزيرة العربية، وهي اليوم ثاني أكبر القارات في العالم من حيث عدد المسلمين بعد آسيا، وغالبية مسلميها يعيشون في النصف الشمالي من القارة. لم يغادر الإسلام القارة منذ ذلك الحين، وأصبح المسلمون حاليا يشكلون ما يقرب من 40% من سكان إفريقيا، حوالي 500 مليون مسلم. أسس المسلمون في إفريقيا بعضا من أكبر وأقدم المساجد في العالم، وفيما يلي نتعرف على أكبر المساجد في القارة الإفريقية لسنة 2024 من حيث السعة الإجمالية لكل مسجد. لكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا ترك الإعجاب لمساعدة الفيديو على الانتشار، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم كل جديد. 10. مسجد الخرطوم الكبير. الموقع الخرطوم السودان. السعة 10,000 مصلي. المسجد يقع في عاصمة السودانية الخرطوم في المنطقة السوق العربي على مسافة قريبة من نهر النيل الأزرق، ويعتبر أكبر مسجد في البلاد من حيث السعة، والعاشر في إفريقيا، وذلك بسعة تقدر بحوالي 10,000 مصلي. بني المسجد في سنة 1901 في ظل الحكم الإنجليزي المصري للسودان، وسمي في الأول باسم مسجد العباس نسبة إلى عباس باشا. يتميز المسجد بشكل مربع وجدران بنية، وتبلغ مساحته حوالي 2000 متر مربع، وهو يتألف من قاعة صلاة وفناء داخلي، وله مؤذنتان في الجهة الجنوبية الغربية. 9. مسجد الأمير عبد القادر. الموقع قسنطينة الجزائر. السعة 15,000 مصلي. المسجد يقع في مدينة قسنطينة الجزائرية. بني في سنة 1994 وسمي بهذا الاسم نسبة إلى القائد العسكري والمجاهد الجزائري الأمير عبد القادر، الذي يعتبر من أهم قادة المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي في القرن التاسع عشر. المسجد يغطي مساحة كبيرة تبلغ 13 هكتار، مما يجعلها ثاني أكبر المدن الجزائرية مساحة، وهو يتألف من مؤذنتين يبلغ ارتفاعهما 107 متر، وقبة كبيرة واحدة يبلغ قطرها 20 مترا وارتفاعها 65 مترا. 8. مسجد الفتاح العليم. الموقع مصر. السعة 17,000 مصل. المسجد الحديث افتتح في 6 يناير 2019 في العاصمة مصر المستقبلية، أي العاصمة الإدارية الجديدة، على بعد أقل من ساعة ونصف من القاهرة، ويعتبر أكبر مسجد في مصر من حيث المساحة، وثاني من حيث السعة. يحتوي المسجد على 4 مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 95 مترا، كما يحتوي على 21 قبة، منها القبة الرئيسية التي يبلغ قطرها 33 مترا وارتفاعها 44 مترا، وله 6 مداخل رئيسية. المسجد يتسع لنحو 17,000 مصل، وهذا يشمل القاعة الداخلية للرجال التي تتسع ل 6,500 مصلي، ومصلى السيدات الذي يتسع ل 1200 مصلي، ومساحة المسجد الخارجية 7,000 مصلي، ومسجد المصغر 2000 مصلي. 7. مسجد كوناكري الكبير. موقع غينيا. السعة 20,000 مصلي. المسجد يقع في العاصمة الغينية كوناكري، يعتبر 7 أكبر مسجد في إفريقيا، وذلك بسعة 20,000 مصل. المسجد افتتح في سنة 1982، وقد بني بتمويل من الملك السعودي فهد بن عبد العزيز، وتم ترميمه في سنة 2003، وأيضا بتمويل الملك السعودي بمبلغ 20 مليون فرنك غيني. يحتوي المسجد على 4 مآذن و5 قبب، ويحتوي على قبة رئيسية كبيرة تقع في منتصف السطح، وحولها 4 قبب أصغر بنيت بنفس التصميم. 6. جامع الأزهر. الموقع مصر. السعة 20,000 مصل. جامع الأزهر هو أهم وأكبر مساجد في مصر، وأيضا أحد أهم المساجد في عالمنا الإسلامي، وهو يقع في العاصمة القاهرة في مركز القاهرة الإسلامية، ويعتبر جزءا من مؤسسة الأزهر الشريف، ويرجع تاريخ بنائه إلى عهد الدولة الفاطمية في سنة 970 للميلاد. ينقسم المسجد إلى رواقين، وله 8 أبواب، ويتألف من 5 قبب و4 مآذن، ومساحتها الإجمالية تبلغ 12,000 متر مربع، بينما تصل سعته القصوى إلى 20,000 مصلي. جامعة الأزهر التابعة للجامعة الأزهر تعتبر ثاني أقدم جامعة. لقد وصلنا إلى منتصف قائمتنا. إذا رأيت الفيديو مفيدا لا تنسى ترك الإعجاب وأعطنا رأيك في التعليقات حول الموضوع لنستفيد من بعضنا بعض، وبدون إطالة فنواصل قائمتنا. 5. مسجد عبد الحميد بن باديس. الموقع الجزائر. السعة 25,000 مصل. يوجد في الجزائر مسجدان كبيران يحملان اسم مسجد عبد الحميد بن باديس، أكبرهما يقع في مدينة وهران، ويتسع لنحو 26,000 مصل، ويعتبر ثالث أكبر مسجد في البلاد. يقع في العاصمة،
ويتسع لنحو 2000 مصلي فقط. طرحت فكرة بناء المسجد في سنة 1975، وبدأت أعمال البناء في سنة 2000، وكان من المقرر أن يكلف المشروع حوالي 5 مليار دينار جزائري، وافتتح رسميا في 16 أفريل 2015، وقد بلغت تكلفة البناء 8.5 مليار دينار، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الرائد النهضة الإسلامية في الجزائر عبد الحميد بن باديس. 4. المسجد الكبير، أول نوفمبر 1954. الموقع الجزائر، السعة 30,000 مصل. المسجد يقع في مدينة باتنا في شمال الجزائر، على بعد حوالي 300 كيلومتر عن العاصمة باتجاه جنوب الشرقي، وهو ثاني أكبر مسجد في البلاد والثالث في القارة. يبلغ طول المسجد 100 متر، وعرضه 60 مترا، وارتفاعه 12 مترا، كما يغطي المساحة الإجمالية تبلغ 42,000 متر مربع، ويتسع لحوالي 30,000 مصل. يتألف المسجد من 4 مآذن يبلغ ارتفاعها 56 مترا، كما يتألف أيضا من قبتين يبلغ قطرها 24 مترا، وتصميمه يشبه قليلا تصميم المسجد النبوي في المدينة المنورة. 3. المركز الثقافي بمصر، الموقع مصر، السعة 50,000 مصل. المركز الثقافي الإسلامي في مصر، والذي يضم مسجد مصر أو مسجد كبير، وهو معلم ديني ومعماري يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في محافظة القاهرة مصر، ويغطي مساحة 250,000 متر مربع، ويتسع ل50,000 شخص. المركز الثقافي الإسلامي الواقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمصر يشكل تحفة معمارية تجسد التراث الإسلامي في أبهى صوره. يتميز هذا المركز بتصميمه الفريد الذي يعكس التناغم بين الفن الإسلامي التقليدي والحداثة، مقدما بذلك لجمع بين الأصالة والمعاصرة. 2. مسجد الحسن الثاني، الموقع المغرب، السعة 105,000 مصلي. المسجد في مدينة دار البيضاء المغربية سمي نسبة إلى الملك الراحل حسن الثاني الذي أمر ببنايته، وهو أكبر مسجد في المملكة والثاني في إفريقيا. صمم المسجد من قبل المهندس المعماري الفرنسي ميشيل، وهو يتميز بمؤذناته العالية التي تصل إلى 110 متر، وتعتبر ثاني أطول مؤذنة في العالم، كما يتميز أيضا بموقعه الساحلي على المحيط الأطلسي. تتسع قاعة المسجد الداخلية لحوالي 25,000 مصل، أما المساحة الخارجية فقد تتسع لأكثر من 90,000 مصل. أولا المسجد الأعظم، الموقع الجزائر، السعة 120,000 مصل. أكبر مسجد في إفريقيا هو مسجد الأعظم في الجزائر، الذي يعد ثامن أكبر مسجد في العالم خارج المملكة العربية السعودية. يغطي المسجد مساحة تقدر بحوالي 400,000 متر مربع، ويتسع لحوالي 37,000 مصل في قاعة الصلاة الداخلية، وحوالي 150,000 مصل في كامل المجمع. من حيث المساحة يحتل المرتبة الثالثة، أما من حيث السعة فيحتل المرتبة السابعة في العالم. يحتوي المسجد على مؤذنة واحدة فقط، يبلغ ارتفاعها عن الأرض 265 مترا، حوالي 45 مترا أعلى من مؤذنة مسجد الحسن الثاني في المغرب. لقد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبك محتوى الفيديو وتريد فيديوهات مماثلة اضغط على أحد الصور التي تظهر لك في الشاشة، وكالعادة نلتقي في فيديو آخر بحول الله.